يلا حبايبي، يلا نعمل مع بعض الكبده الاسكندراني. دي كبده بلدي يا حبايبي، كبده بلدي. حطينا هنا في الصينيه البصل اللي احنا فرمينه في الفريزر. حطينا حبه زيت، وحطينا بصلتين كبار مفرومين، وعليهم فلفل مفروم. ودي معلقه سمنه يا حبايبي عليهم اهي، معلقه سمنه. علشان احنا جايبين بقى ايه، جايبين الكبده البلدي. إيه والله انا رحت بتاع اهلا رمضان، المنفذ بتاع اهلا رمضان. بصراحه الحاجه هناك رخيصه وكويسه، بس مش كل حاجه رخيصه، يعني في حاجات برضو زي المحلات بره. بس انا جبت الكبده البلدي دي. إيه لقيتها ب145 جنيه. إيه الكبده واللحمه زيها. وقلت بقى اما اجربها. ناس كتيرة واقفة زحمة عشان بتجيب اللحمة وبتجيب الكبدة والحاجات دي. فانا جبت كبدة بلدي هعملها معاكم كبدة اسكندراني يا حبايبي، مقطعاها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، قطع صغيرة كده. وعصرين حاطين عليها كمون، وحاطين عليها ليمون، عصرين عليها ليمون وكمون. احنا هنا بقى بنعمل ايه، السمنة هي دابت مع الزيت والبصلة اهي. صفرناها، صفرنا بس البصلة كده كده حبايبي. دي طريقة الكبدة الاسكندراني يا حبايبي. لازم الزيت يبقى سخن قوي قوي، ونصفر بس البصلة كده، يعني ايه تاخد تصفيرة كده حلوة. ونحط الكبدة بقى عليها. خلاص كده يا حبايبي، احنا البصلة اصفرت معانا اهي. وهنحط بقى الكبدة عليها، نحط الكبدة عليها. الكبدة اهي يا حبايبي، الكبدة الاسكندراني البلدي، مقطعين معاها فلفل، وحاطين هنا البصل اللي احنا كنا فرمينه وحاطينه في الفريزر، وفرمين معاه بصل بتاع فلفل. ونحط الكبدة كده تاخد الطشة بتاعتها، لازم تاخد الطشة دي يا حبايبي. ما نقلبش فيها عشان ما تجيبش الميه اللي فيها كده كده. ومعانا هنا، معانا البهارات. معانا حبه جوز الطيب مبشوره، بشرين حبه جوز الطيب. معانا فلفل اسمر، معانا توم باودر، معانا ملح. البهارات دي هنحطها كده حبايبي كده. دي طريقة الكبدة الاسكندراني يا حبايبي. وايه هنستنى شوية بس كده، هنستنى شوية هي كده خدت الصدمة. هنقلب بقى معاكم، نقلبها على الناحية التانية كده. الله الله بجد والله، يعني لو انتوا عملتوا الطريقة دي هتشموا معايا البهارات، ريحة البهارات مش قادرة اقول لكم. يعني انا بستمتع والله وانا واقفة اطبخ. اصل الواحد مش مجرد يخش المطبخ يعمل اي اكلة كده، لازم وانت بتعملي الاكلة تستمتعي بالاكلة اللي انت بتعمليها، لازم تحسي بالاكلة اللي انت بتعمليها. واحساسك بالاكلة وحبك للمطبخ هيخلي طعم الاكل جميل، حتى لو مش حاطه عليه اي حاجه. كده الكبده معانا خدت صدمه كويسه اهي، وحطينا البهارات معاها. هنهدي بقى النار عليها، ونجيب بقى ايه بقيه المكونات نحطها عليها عندنا. خلاص كده الكبده كده هنطفي عليها، بس قبل ما نطفي هنحط كده طماطميه متقطعه، طماطميه متقطعه كده عليها، تديلها طعم كده برضو مع التوابل.
هنسيب بس الطماطم معاها كده يعني ايه دقيقة كده. ودي يا حبايبي طريقة الكبدة الاسكندراني. وايه وعايزة اقول لكم بقى ان انا والله العظيم يعني مش عشان انا اللي بعمل الكبدة، لا الكبدة بصراحة يعني انا دقت منها قطع دلوقتي لقيتها فظيعة واستوت بسرعة بجد. يعني اللي عايز يروح اهلا رمضان، هناك اللحوم ب145 جنيه، والكبدة انا كنت خايفة اجيبها بس الكبدة لقيتها حلوة واستوت بسرعة اهي يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده دي طريقة الكبدة الاسكندراني. ويعني عايزة اقول لكم ان هي بجد بصراحة تحفة تحفة، يا ريت تجربوها. والحمد لله اللي احنا لقينا يعني لقينا حاجة كده يعني ايه متواضعة ورخيصة. الحمد لله ان معرض اهل رمضان ده بصراحة يعني كل حاجة فيها كويسة، والاسعار يعني في تناول الجميع. وفي بعض حاجات يعني غالية شوية بس مش اشكال. لكن الدقيق هناك بصراحة رخيص، والزيت رخيص، والسكر. وانا فان شاء الله انا جبت بقى الكبده البلدي دي قلت اجربها، هي عجبتني بصراحه. ودي كبده بقى اسكندراني نعملها بقى بسندوتشات، نعملها نجيب مكرونه نعملها على مكرونه. بصراحه طعمها تحفه وبتستوي بسرعه. هي كده استوت معانا وجاهزه للاكل اهي. الف هنا وشفا يا حبايب قلبي. دي طريقه الكبده الاسكندراني، وألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش بقى اللايكات الحلوة بتاعتكم، ما تنسونيش، والاشتراك عندي في القناة لأني بحبكم جدا جدا جدا. ودي قناتي يعني حاجة كده على قد الإيد. والسلام عليكم.